قال لك وداع المنتخب المصري مع شعب أكادير الحبيب. دابا عاد عرفت علاش محمد صلاح قال لهم بأن هاد كأس إفريقيا اللي عشتها في المغرب أحسن كأس إفريقيا عشتها في حياتي، حيت انبهر وتصدم وتفاجأ وعجبوني الاحترام والتعامل والتنظيم والاستقبال. شو كيديرولهم دابا؟ هما خارجين من لوطيل غادي يساليو من مدينة أكادير وغادي يمشيو لطنجة، باش بغاو يساليو بغاو يبدلو المدينة يسافروا لمدينة أخرى باش يكملوا الماتشات اللي بقالهم. شوف كيفاش تعاملوا معهم الناس ديال لوطيل، استقبلوهم، رحبوا بهم، كبروا بهم، من سالاو كيديروا لهم التحية وكيصفقوا عليهم. كلشي اللعابة ديال مصر مرتاحين وفرحانين غير كيشوفوا فرحانين ومصدومين من المعاملة ديالهم. سبحان الله، وهذا الشيء كيشرف الصراحة. مرموش فرحان غير كيشوفوا فرحان ما فهم والو. ويجي واحد ما كيفهم حتى لعبة قاتلو الحسد والسم والغيرة، كيقول لك بأنهم شراو كلشي داروا كلشي ما تعاملوش ما داروش. سبحان الله. هذا الفيديو عجبني انايا الصراحة، فيديو كيمثل المغرب، الصورة ديال المغرب نيشان، يعني الصورة ديال المغرب كما هي كتشوفها في هذا الفيديو. الكرم والضيافة والمعاملة وحسن الاستقبال والكلمة الطيبة كلشي موجود في هذا الفيديو هذا، غير اللي ما بغاش يفهم وما بغاش يستعرف وما بغاش يتقبل. بغيتو يكون راجل. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. كي دايره اختي؟ لاباس الحمد لله. اختي العزيزه، واش تقبلي تزوجي بشي واحد قصيور؟ قصر مني زعما. هاد السؤال هذا كاملين يتفقوا عليه بأنها حتى وحدة ما غادي تقبل أنها تزوج بشي واحد قصير، ولكن حاجة عادية الصراحة. حتى الراجل يقول لك ما بغيتش أنا نتزوج بوحدة طول مني، يعني حاجة عادية مقبولة ومفهومة. عادي ما كاينش مشكل. واخا تكوني انت طويله هو قصير عادي يكون هادي، ولكن هادي خلف التوقعات. واخا هكا قالت لهم بأنه ما عنديش مشكلة عادي. سيدي مزيان. يعني ما كاينش الفرق ما بين قصير وطويل؟ لا حنا كاع سواسية، علاش حيت قصر ما غناخدوش؟ لا ما عنديش من ناحية هاد المشكل. ما كاينه شي بنت تقول لك انا خصني الراجل يكون طويل هادي متصالحة مع ذاتها وناضجة في عقلها. اللي كيفكر بحال هكا وكياخد الأمور ببساطة كتعرف بأنه شارب عقله وعنده تجربة في الحياة ومتصالح مع ذاته ومرتاح نفسيا وعقليا، كيهضر عادي ما عندوش دوك العقاد، ما كيحسش بالنقص من بزاف ديال الحوايج، متصالح مع ذاته لواحد الدرجة أن عنده كلشي يعني عادي مرتاح. الدار وكذا. ماشي شي لا قال ليها انا بغيتها كي دايره وزوينه ومفورمي وهي كاع ما في هذوك المواصفات. عادي حنايا يعني الكمال لله. هذاك الشيء اللي والله إلا جاوب في البلاصة 10-0 على هذا الجواب هذا. قال ليها كيف ما هو يقول، كيف ما هي تقول بغيتو طول مني فيه كذا عنده هادي، حتى الراجل يقدر يقول لك بغيت البنت زوينة وعندها هادي وداير هكا وداير هكا. وفعلا راه وصلوا لواحد المرحلة ديال المستوى ديال الفهم، عرفوا بأن الأمور كتخاد بالبساطة ديالها وبالطبيعة ديالها بلا ما نضخموا الأمور. راه كلشي نورمال، غير حنايا كنصعبوا على بعضياتنا، كنديروا لراسنا المشاكل وكنصعبوا على راسنا الحياة. أما الحياة الواحد خصو ياخدها ببساطة عادي، راه غادي يكون الإنسان مرتاح، يكون سعيد، يكون كلشي موفر ليه، كلشي يكون زوين. ولكن حنا طريقة التفكير ديالنا كنصعبوا الحياة على راسنا، ولكن هذه راه عطات جواب في محله الصراحة. اللي كاين شوف غير الرزق فين كاين. تقدر تاخديه طويل وما عرفتش كيفاش داير ويصدق معاك والو، تقدر تاخدي غير هذاك قصير ويطلع معاك راجل وما يخسر معاه حتى شي خير. والله الا عندها الصح. ديما سير بالنية ديالك
وآمن بأن أي حاجة كتجيك راه رزقك ومكتابك، حيت إلا بقيت كطير وتنزل غادي تجيب شي حاجة ماشي هي هاديك وغادي تخسر حياتك وكلشي تضيعو وحتى حاجة ما تبني حياتك ما تعيش حياتك، غتبقى تابع غير بحال هاد المواضيع هادو وتبقى حابس مخك وما دير حتى حاجة في حياتك. هذا الرأي ديالك، هذا الرأي ديالي. يعني ما كاينش الفرق ما بين هذا طوال وهذا لا ما قصير. كاينش. يعني العقل هو كلشي مزيد ولا كان قصر مزيد. واه ديك الساعة لا زعما الا كنتي اصلا واحد الا ما تزوج الا غيقد المسؤوليه ديالو، حيت راك عارف سيدي الزواج على هذا الوقت دابا صعاب، فريمون خاص يكون عندك. الزواج ماشي صعاب، الزواج حنا صعبناه، أما الزواج راه ملي كانت البشرية ملي تزادت البشرية حتى ليومنا هذا راه الزواج زواج، غير الإنسان ولا كيفكر بواحد الطريقة غالطة ولا تابع الماديات ولا ما فهمش الدنيا وما فهمش الحياة واش كتعني، ما عرفش بعد الزواج وشنا هو، ما عرفش كيفاش خاصك تعيش وانت مزوج، ولا بنادم كيركز على كينسى الأساسيات ويركز على الحوايج اللي ماشي مهمين في حياته وكيشد الطريق الغلط حتى كيدخل في الحيط والزواج كيسالي وكيطلق وكلشي كيفشل. خصنا نركزوا على الحوايج المهمين في الحياة، الضروريات، الأساس ديال الزواج واش هو، هذاك الشيء هو المهم، أما حوايج أخرين ثانويين ما عندهم فاش ينفعوا. كلشي خاصك تكون عندك مسؤوليه، خاصك تكون عندك دار بعد على الاقل. هذه هي من ابسط الحوايج، ماشي مشكل طوموبيل تكون عندك فلوس. راه كاينين الحمد لله الطاكسيات ولا الترانات كلشي ولا قريب. والله الا نيشان قالت لها الطوموبيل ماشي مهمة فعلا، الأولوية الاستقرار، الدار خاص تكون عندك سواء كاري ولا شاري. الواحد مين يفك هاد المشكل ديال الدار الشيء الاخر كيجي كلشي ساهل، طوموبيل حوايج اخرين كيجيو مع الوقت، اما الدار ضروري خصها تكون يا كاري يا شاري، حيت هي اللي كتخليك تكون مستقر ومرتاح نفسيا في زواجك. صافي يكون عندك فلوس كلشي يوجد. شكرا، هذاك الشيء اللي ماشي مشكل. الصراحة هضرت منطقية باينة ناضجة في عقلها، هذه باينة فيها ناضجة في عقلها وحتى التربية ديالها راه كتبان في الهضرة ديالها، الطريقة ديال النقاش ديالها مع هاد خونا هذا كيبين بأنها كاينة التربية، كاينة الوعي، كاينة القراية، كاينة النضج، كاينة التجربة في الحياة، كاين العقل. من الهضرة ديالك والنقاشات ديالك مع الناس راه كتبين بأنه راه عندك لاباز، ماشي عقلك خاوي تابع غير التفاهة ومأثرين فيك المسلسلات والأفلام. الصراحة تحية لهاد البنت هذه. يكون غير راجل، ما بغيتش الصداق، يكون غير راجل. انا ما بغيتش الصداق، ما خلفش انا على الصداق. جوجي بلا صداق، بلا صداق، المهم يكون راجل. يكون راجل. شو سبحان الله هذه قالت لك شو كل واحد وكما كيقولوا كل واحد كيقلب على داكشي اللي ناقصه، هذه قالت لك ما محتاجاش الفلوس، ما بغيتش الصداق، يكون غير راجل. محتاجش فلوس. كيفاش هاد الرجوله اللي بغيتي انت يكون فيها؟ يكون راجل، يكون خدام، يكون راجل، يكون خدام ويكون راجل، يعني يكون قاري ويكون يحس بيا. يعني انت بنت حساسه. بزاف. هذه حاجة ضرورية، الراجل إلا ما يكونش خدام وما يكونش يحس بيك وما يكونش ولد الناس وقاري واعي راه ما يصلحش لأنك تزوجي به وما يصلحش للمعاشرة وما يصلحش تكملي مع حياتك. من التالي من الآخر بزاف تبغي الكلمه ديال حبيبه. واه داكشي اللي كاين، داكشي اللي كاين كيعجبك؟ يعني بعض الصحفيين يا أخي كيطلقوا كيقولوا شي أسئلة ديال الإحراج نيشان، وكاين شي حوايج ما خصكش تهضر فيهم باينين. قال ليها واش ما كتبغي اللي يقول لك حبيبة حاجة عادية، هذيك فطرة في البنات وفطرة حتى في الراجل أنه يبغي يقول للبنت ديك الهضرة هذيك. هادو حوايج طبيعيين، الحاجة اللي كتكون فطرية في الإنسان ما خصش كاع الواحد يهضر عليها، يعني هذه كتكون ضرورية تقال هضرت عليها ولا ما هضرتش عليها راه غادي تكون. خص الواحد يسول في الأساسيات، يسول الأسئلة نتاع المعقول، ماشي شي أسئلة اللي بايخين كما نقولوا. الراجل يقول لك حبيبه غزاله، المهم يكون راجل واعي في عقليته، في العقل ديالو، ويكون خدام. اهم شيء يكون خدام، خدمه زوينه. انا عندي كل شيء ولكن الراجل تا ما يتكالش عليا، انا تا خصو يكون عنده. انت عندك هذه حاجة طبيعية، الراجل اللي تكال على المرأة انها تصرف وهي تخدم وهي دير كل شيء راه ما بقى لا راجل لا والو.
الهضره ديالها منطقيه الصراحه، عندها الصح. الحمد لله عندي كل شيء. يعني الحمد غير لله. الراجل يكون. واه وبالنسبه للشكل ديالو عندها كل شيء قالت لك، عندها كل شيء خاصها غير الراجل. كيفاش بغيتي يكون؟ قصير طويل؟ الطويل يكون عامر شويه وصافي. بغيتي يكون طويل عامر شويه ياك انت آه. عزيز عليك الزين ياك؟ ضروري الزين العقليه هي كل شيء. العقليه هي كل شيء ونيشان، اما الشكل طويل وعامر ولا غلايظ ولا عنده اللحيه ولا هذا كيبقى حوايج عاديين ثانويين. العقليه والشخصيه والتربيه والمبادئ هما الاساس. العقليه وعاد الزين. واه يعني الا ما كانش الزين ما غاديش تحسي بداك. واه بصح. ياك تتقولي واه انت من الاصل ديالك؟ انا كنقول واه حيتاش عندي صحاباتي جزائريات في تركيا هما اللي عندها اللهجه ديال الناس ديال الشرق، كتقول واه قال لها انت منين. علموني هادو واه. ياك تحيه ليهم كاملين. ربي يخليك. شكرا ربي انت يخليك. فرحانه حيت زدتي معايا؟ شكرا والله. أنا فرحان حيت شكرا والله. معك. شكرا. هذا الفيديو كتعرف كتفهم بانه ماشي كلشي كيف راه كيف ما كاينين بزاف ديال الانواع ديال البنات طماعات وماتيرياليست وكيتبعوا غير الماديات، عارف بانه في الجانب الاخر كاين بنات الناس بسيطات قنوعات عندهم واحد التربيه سليمه، كيبغيو يتزوجوا يستقروا يديروا اسره، بغض النظر على البنات الاخرين اللي كيفكروا انهم غير الماديات ويعيشوا حياتهم ويزهاو بزاف ديال الحوايج. عمرو تجمع وتقول كل شيء كيف وعمرو دير الاسقاط على الناس كاملين انطلاقا من شخص واحد، انت والنيه ديالك انت والمكتب ديالك انت كيفاش كتعامل. يعني كيقول لك كما تدين وتدان، الا تعاملت مزيان مع الناس ومع بنات الناس غادي يلاقيك الله بشي وحده بحالك والعكس.